باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلا بكم في قناة البطل الروماني. أخلصكم فتكونون بركة، فلا تخافوا لتتشدد أيديكم. سفر زكريا عدد 8-13. رسالة النهاردة من أم النور، أمنا العذراء، جاية النهاردة بتطمنك وبتقولك: ابني الغالي، أنا مش هقولك مالك ولا هقولك عامل إيه، لأن أنا أمك اللي عارفة حالك، وجاية أطمن قلبك وأقولك كل اللي فات من حياتك كان مليان بالوجع والألم، لكن صدقني كل اللي جاي أكيد مليان بالفرح والبركة والخير. أخلصكم فتكونون بركة. ابني يسوع هيخلصك من كل حزن ومن كل وجع وألم، هينجيك، ما تخافش من كل ضيقة وتجربة انت واقع فيها. اطمن لتتشدد أيديكم. ابني الغالي، اتقوى بإلهك وثق فيه، هو مش هيسيبك أبدا، ده ماسك بإيديك، تهديني يدك وتمسكني يمينك. مزمور 139. ما تخافش، هيعديك من كل حاجة صعبة تقف قدامك، هيمحي من حياتك كل حاجة مسببة ليك قلق وخوف، وهيطمن قلبك وهيملاه بالسلام والهدوء. عارف ليه؟ لأن رب السماء والأرض ينهي أحزانك بالفرح. سفر طوبيا 7:20. اللي خالق كل الكون وما فيه من سما وأرض هينهي كل حزن في حياتك، وهيمحي كل مصدر للألم والوجع والضيق، هيملي دنيتك بالأفراح. اللي ناقش اسمك على كف ايديه ومهتم بكل أمورك من كتر حبه ليك مش هيسيبك ولا هيتخلى عنك أبدا. هو ذا على كفي نقشتك. سفر أشعية عدد 49. هيتدخل في كل أمورك، وهيديلك حياة خالية من الهموم والمتاعب، هيديلك حياة مليانة بالراحة والهدوء. سلام، ما تخافش، اطمن، لأن أبوك حنين وعارف كل حاجة وحاسس بيك قوي، حاسس بيك أكثر مما تتخيل. هو أحن قلب عليك، ومش بيحس بيك وبس، لأ، ده عايش معاك كل آلامك وأوجاعك، وبيحزن على حزنك، ومقدر جدا تعبك. يسوع بيحبك، هو أعظم حد يسمعك ويقدرك جدا، ولا يمكن يستهين بأي حاجة تقولها له ولا أي حاجة تخصك. كل أمورك بالنسبة له مهمة جدا وكبيرة قوي عنده، فهمك، عارفك، شايفك، عارف خبايا قلبك، وعلشان هو قريب منك كده هيتصرف وهيدبر. بس انت صدقه وآمن بيه وثق انه هيدبر ويرتب ويحل ويشتغل كمان معاك. ما تخافش من شيء، ما تشيلش هم شيء، عيش وانت مطمن وفرحان وواثق في أبوك قوي، لأنه فعلا هيستجيب لكل حلم، هيستجيب لكل طلب وأمنية، هيستجيب لطموحاتك وأهدافك وكل اشتياقات قلبك. هيطبطب على قلبك المحتاج للفرح، هيطبطب بالفرح والسلام والهدوء، مش هيسيبك. أبوك يسوع هيعوضك عن كل خذلان وعن كل فقدان وعن كل خيبة أمل وخسارة. ما تخافش، هيرتب كل حاجة متلخبطة، هيهدم كل يأس في حياتك، هيجعل للأمل والفرح والسعادة مسكن في قلبك، هينزع من قلبك ومن حياتك كل حزن وهم وكآبة ووجع، هيجعلك إنسان ناجح ومتميز. اطمن، ده انت مش أي حد، انت ابن ضابط الكل،
ابني يسوع المسيح، اللي شايف اللي انت مش شايفه، واللي قادر يعمل كل اللي انت مش قادر عليه. يقدر يدبر، يقدر ينقذ وينجي، يقدر يستر ويسدد، يقدر يعوض. ومش أي تعويض، ده تعويضه بيبقى أحسن حاجة عنده، وبتبقى أضعاف أضعاف. كل تعب وخسارة بيعوض بطريقة عجيبة تخلي العادي مش عادي وعظيم كمان. دايما بيفرح قلوب كل اللي بيتعشموا فيه وبيطلبوه وبيتكلوا عليه من قلوبهم. ليك دايما فاكر كلام الكتاب المقدس اللي في سفر زكريا. افتكر إنه مش هيخلصك وبس، لأ، ده كمان هتكون أنت مصدر بركة لكل اللي حواليك، إنه هيشددك وهيديلك قوة عجيبة تكمل بيها طريقك ومشوارك للنجاح والفرح والراحة والهدوء. آمين. ربي وإلهي يسوع المسيح، تحنن على أولادك وارحمنا. افتح لنا أبواب لا يفتحها إلا أنت. افتح لنا أبواب الرحمة. افتح لنا يا الله أبواب الشفاء. افتح لنا يا رجاء من ليس له رجاء أبواب النعمة والرجاء. افتح لنا يا معين من ليس له معين أبواب البركة والرزق والخير. أنر أعيننا، أعطينا إرادة وطاقة. اشملنا بجودك وكرمك. اعطينا من مخازنك كحسب مجدك وغناك. احفظنا يا الله ونجينا وارحمنا. اعطينا حياة خالية من الهموم والأوجاع. اجعلنا نصنع كل ما يرضيك ونبتعد عن كل شيء لا يرضيك. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم بالخير والبركة بشفاعة أم المعونة، أم إله القدرة، أمنا العذراء مريم، اللي شفاعتها مقبولة جدا عند ابنها يسوع المسيح، وبشفاعة حبايبها الكتار من الشهداء ومن القديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة البطل الجدع جدا سريع الندى اللي مش بيتأخر أبدا عن أي حد ينده عليه ويقول يا روماني. قناة البطل الروماني.